يا صباح الفل يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ فلوج جديد على القناة، وهنطلع رحلة لمدة 3 ايام في مرسى مطروح. هنصيف طبعا هناك ونروق على حالنا. لبسنا وجهزنا الشنط وهنتحرك من الشرقية للقاهرة علشان نبدأ ان احنا نركب من هناك. وطبعا احنا كنا حاجزين جو باص، فنروح المحطة بتاعة جو باص ونركب من هناك. وهنا وصلنا محطة جو باص الرئيسية في مدينة نصر في القاهرة. وطبعا احنا كنا حاجزين 4 تذاكر، التذكرة عاملة تقريبا 400 جنيه من القاهرة لمرسى مطروح. طبعا بتستنى الاتوبيس بتاعك يجي، وبعد كده تحمل الشنط بتاعتك وتبدأ ان انت تركب في المكان بتاعك. وبدأنا ان احنا نتحرك من القاهرة لمرسى مطروح. صورنا عشان أول واحد في الفيديو. امم صورنا أنا أول واحد في الفيديو. هذا أنا قاعد نعجة فين يا ولاد؟ تعال نعجة. عادي يا تعال. هرب بالذبيح. الحمد لله على السلامة يا جدعان. لسه واصل مطروح بعد رحلة 7 ساعات، حرفيا 7 ساعات علشان اوصل مطروح. طبعا وصلنا الشقة اللي احنا هنقعد فيها يا شباب 3 ليالي او 4 ليالي على حسب يعني دماغنا ما هتجيبنا. والشقة هوريها لكم دلوقتي عشان لو حابب ان انت تيجي مطروح وتأجر الشقة دي. الشقة دي انا حرفيا لقيتها بصعوبة جدا جدا بعد لف كتير جدا جدا، وسعرها في متناول الجميع يا شباب، وسعرها يعني حنين للشباب، وصاحبها راجل محترم جدا جدا. هوريك الشقة دلوقتي وهفرجك عليها، الحمام والمطبخ والثلاث اوض والصاله والتلفزيون وكل حاجه هفرجك عليها دلوقتي، وهنشوف الشقه مع بعض. وطبعا هننزل البحر دلوقتي وهنجيب فطار وهنظبط الدنيا وكل حاجه. يعني هعيشكم معايا التفاصيل كلها على قد ما اقدر. انا عن نفسي ما بحبش اصور حاجه خالص حرفيا، يعني المحتوى ده صعب بالنسبه لي. بحب استمتع بالحاجه اللي انا بعملها، وما بحبش ان انا افضل اصور ويعني اشغل نفسي بالحاجه اللي انا بستمتع بيها وبس. هوريك دلوقتي الشقه وهوريك دلوقتي كل حاجه فيها حرفيا، وهقول لك الاسعار بتاعتها وانا خدتها كام 3 ليالي يا معلم. وهسيب لك كمان المكان بتاعها، وهسيب لك الرقم بتاع الشخص صاحب الشقه. هفرجك على كل حاجه، خليك معايا علشان تشوف كل حاجه يا معلم. يعني نور يا عم خالد. القرآن شغال يا عم. وانا بشتمك مشغل اغاني. كل واحد يعمل كوبايته بعد إذنكم. اخويا مع ان دي اخويا بتاعتي. معايا رقم دي واحد بتاعتي. في اليوتيوب. دي بتاعتي بس يلا حلال عليك يعني.
طيب بعد ما شفت الشقه يا معلم، طبعا الشقه بسيطه جدا جدا، مش احسن حاجه ومش اوحش حاجه، يعني هي في النص كده حاجه متوسطه، لان احنا مش هنحتاجها اصلا غير في النوم بس، ونحط حاجتنا فيها بس. طبعا الليله هنا عامله في الشقه ديت 500 جنيه، يعني حرفيا احنا خدنا ال3 ليالي، هنقعد يوم الجمعه وهنسلم الشقه دي يوم الاثنين الصبح، فاحنا خدناها ب 1000 ونص في ال3 ليالي دول، يعني 4 ايام و3 ليالي. ده حلو جدا جدا بالنسبه لشقه في مطروح. فانصحك ان انت لو جاي مطروح والشقه دي متاحه، انت طبعا هتكلم صاحبها وتشوف، لو متاحه احجزها، مش متاحه مفيش اي مشكله. فانا شايف فعلا اللي هي صفقه حلوه جدا جدا، واحنا استفدنا من الصفقه دي، وهنقعد في الشقه دي ان شاء الله ال3 ليالي. وهنروح بقى دلوقتي نجيب فطار ونظبط على نفسنا، عشان طبعا لسه واصلين وتعبانين، بس احنا كده مش هننام غير بالليل، فهنفضل صاحيين لغايه بالليل، وبعد كده نبقى ننام براحتنا. فنبدا دلوقتي ان احنا نروح نجيب فطار ونظبط الدنيا، ونشوف الدنيا بتاعتنا هتقول ايه. المرة شقتنا ولا من هنا عايزين اسكت يا ماشي يا اسطى، ناخد الثلاثه دول. كده بكام يا صاحبي؟ من ايه؟ اخويا امشي ورا الجي بي اس. هناخد جولة؟ لا يا اخي نروح نفطر. شمس حامية يا عم. ها؟ عشان نصلي الجمعة، لو هنصلي الجمعة اه مفيش حل الا طب ما كده كده يا سيد اخويا معاه. ايه يا صح؟ صور البني ادمين دول. اي ما خدمه. جيتش برضه. خالد واخواته اهو. انا طلع لنا كل من هنا يا سيد، والله عشانك يا اخي. من هنا؟ يا خالد صور الاسم كويس، صور الاسم والله كويس. عشان اسم خالد بس منور. بص البلوجر عامل ازاي؟ كراني باسمي. البطيخه ديت حمرا. الراجل كراني باسمي يا لحد دلوقتي ايام ده ليه؟ فتح الجوال مفيش كده. يا اخي صوروا يا ناس عشان ما يزعلش. بصوا يا اخواتي غدانا النهارده. طبعا ده تقييم اهم حاجه، اهم حاجه تقييم. مين هيقيم الاول؟ انا اول واحد يا امال ايه؟ خبير التذوق. خبير التذوق بتاعك. مش هينفع يا ابني يلا يا جوس والله حلو. ايه ده يا جدعان عشان صوت يطلع، عشان الناس بتستنى الكلمه دي. جوس يا جدعان والله. خلاص في الاخر كفايه كده. والله ما مصدقها. انا شايف هنحط الميه دي. وبعد ما فطرنا شباب نزلنا نتفسح شوية على الكورنيش ونشوف البحر بقى، والممشى دوت قدام الشقة بالظبط، يعني خطوة أو خطوتين بالظبط هتوصل للكورنيش. وده طبعا شط عائلة شباب، ولكن منظر البحر عجبنا جدا جدا، زي ما انتم شايفين حاجة جميلة جدا جدا. وزي ما انتم شايفين يا شباب طبعا المنظر والبحر قدامنا جميل جدا جدا، فقلنا نقعد هنا ونتصور وناخد كذا صورة، ونبدأ ان احنا نتحرك على شط تاني او حاجة نقدر ان احنا ننزل فيه، لان طبعا ده شط عائلي. تعالى اجيلك انزل اتحداك. هتقوم بظهرك. يا لعيب يا لعيب. صور على راسه ولا شكله؟ متشكله. مولود في البحر يا جدعان. شايف سرف؟ شايف سرف؟ طلع على النبي. شايف سرف ليه؟ كلام حلو مفيش كلام. رجلك فين يا سيد؟ طلع رجلك لفوق. الله ينور عليك. اي حته. ودينا على شارع اسكندريه وري. هناخد لفه لحد الشارع. يشاور لنا اهو. هنلف بيشاور لنا على الروح. فكك منه. راجل الدفة مين الحمار اللي سايق؟ واحد فوق اخوه. صور انت على فوق. ايوه يعني يخرب بيت وشك مضلة. انت بتعمل خمسين؟
يا ابني انت لفيت بينا 180 درجه. ما انا عايز تروح خمس. يا ابني قلنا نروح شارع دي. بعد ما طلعنا من البحر رحنا على اسماك خالد علشان نجيب اكلة سمك محترمة تدينا طاقة طبعا علشان نكمل الايام الجاية، وطلبنا 2 كيلو سمك بولت يا شباب. الكيلو كان عامل 140 جنيه والاسعار مش غالية، ده حلوة جدا جدا. بعد يوم طويل يا شباب وبعد ما كنا قلنا ننزل نتمشى شوية في شوارع مطروح بالليل، ومشينا في شارع اسكندرية وده من اشهر الشوارع في مرسى مطروح، وعلشان كده احنا خدنا السكن هناك. طبعا الشارع بيبقى حيوي جدا جدا بالليل، وزي ما انتم شايفين في الفيديو كل الناس ماشية في الشوارع، اللي بيتفسح واللي بيتمشى واللي بيمشي على الكورنيش والبحر. واحنا قررنا ان احنا نتمشى شوية كده قبل ما ننهي اليوم ونروح ننام، وجبنا زي ما انتم شايفين جيلاتي يعني من عند عزة وكلناه مع بعض زي ما انتم شايفين يا شباب. وتقريبا الساعة 2 بالليل أو 3 بالليل روحنا على الشقة ونمنا طبعا علشان كنا تعبانين جدا جدا، علشان طبعا هنصحى بدري ونروح مكان تاني مميز هنشوفه دلوقتي. فكمل الفيديو علشان تستمتع معايا. يا صباح الفل يا رجاله، وتاني يوم من فلوج مطروح. طبعا رايحين دلوقتي شط كليوباترا، والناس اللي كانت بتسالني بتتنقل ازاي في مرسى مطروح. طبعا انا ساكن في شارع اسكندريه، وشارع اسكندريه ده في موقف طبعا تقدر ان انت تركب منه شط عجيبه او شط كليوباترا او شط رومل او اي شط انت عايزه. طبعا هي العربيات موجوده هناك وبتودي كل الشواطئ، فاحنا هنروح دلوقتي للموقف ده ونركب من هناك ونروح شط كليوباترا عشان ناخد شويه صور حلوين هناك. والشط ده بيبقى فيه ممشى بيبقى معمول من الازاز، تقدر انت تقف عليه كده وتاخد شويه صور حلوين. فاحنا هنروح هناك، بيقولوا الشط ده كان حمام الملكه كليوباترا، فاحنا هنروح نشوف الدنيا هناك. وطبعا تابعوا معايا علشان نروح نشوف الدنيا عامله ازاي. عجيب 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 عجيب. شوف يا عم التذكرة بكام يا عم؟ غلوها ولا ايه؟ ايه عارفين حاجه ايه؟ منين؟ اهرامات تقريبا 3 4 يلا خش يا عم. ازاي مصر بتعمل ايه؟ ازاي؟ انا اللي قاعد مطروح اجي هنا كل يوم. صور يا ابن الاهرامات يا ابني، بدل ما تروح الجيزه وتتعب نفسك. الاهرامات هم 3 نفس ال3 يعني مش هتفرق. بتاع البحر وهنا كان حظنا وحش يا شباب، كانوا شايلين الازاز بيعملوا له صيانه، ولكن انت لو رحت في الايام اللي احنا فيها دلوقتي هتلاقي ان الازاز اتركب وكله تمام. كمل 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 يابا كمل. ما هنا على الحلال لو ازحت لا هتستفيد صحيح، انت هتستفيد فايده كبيره. ازح يا هتفيد البشريه يا قلبي. لو ده يثبت لك اني اني بحبك. تعال بص الاول. تعال اطلع كده. يا لهوي يرضيك ازح من يلا عني محبتها.
خالص صح؟ مصر بتتحرك. اقسم بالله امسك بك يا صاحبي، والله يا صاحبي. والله هيرميني هيرميني. يا حزين، دي كله عشان انا اقطع العلاقه معاك. رميته زي الكلب. اه اه ودي الفتحة اللي كانت بين الصخرتين اللي احنا كنا واقفين عليهم فوق يا شباب. طبعا بيبقى في جهتين كده بيخشوا منهم المية، وعلشان كده اطلقوا على الحتة دي حمامات كليوباترا. واحنا دلوقتي هوريك الحتة اليمين، طبعا تقدر ان انت تاخد منها شوية صور عظمة الصراحة، لان البحر وراك وجوه صخور، فتقدر ان انت تقف في النص كده وتاخد شوية صور حلوين. على وشك. وبعد ما خلصنا صور وفسحة عند البحر، طلعنا على الاستراحة دي يا شباب. ودي لو معاك حاجة تاكلها او لب او اي حاجة تسالي، تقدر ان انت تيجي تقعد هنا وتقعد على البحر وتشوف المنظر الجميل اللي قدامك بعيدا عن البحر والصخور اللي هناك. بعد ما خلصنا شباب رحنا على شط عقر الخادم. طبعا ده من افضل الشواطئ في مرسى مطروح، ولكن هو مخصص للصور بس، فانت مش هتعرف ان انت تعوم فيه. كليوباترا برضو نفس الكلام، مش هتقدر ان انت تعوم فيه. مقطوعة. روح يا ناس. أول مرة يقول لي بغير لسه. ها؟ وده افضل مكان فوق عقر الخادم اللي بتاخد فيه الصور المميزه جدا جدا بين الفتحه بتاعه الصخور دي والبحر وراك. مش محتاج ان انا اقول لك بص كده في الفيديو وشوف الجمال والعظمه، سبحان الله، مناظر جميله جدا جدا في مرسى مطروح بالاخص في عقر الخادم. تقدر هنا ان انت تاخد افضل صور في الرحله عامه. فاحنا اتصورنا كتير جدا جدا شباب في المكان ده، وبعد كده مشينا. واحنا مروحين عدينا على محل الخديوي علشان نجيب طبعا حاجه ناكلها في البيت، فاحنا جبنا اكل وروحنا على طول. افتح.
بعد ما كنا وظبطنا على حالنا نزلنا في شارع اسكندرية نتمشى شوية على الكورنيش ونروق على دمنا شوية، وبعد كده رحنا القهوة شباب نلعب شوية دومنة كده على الخفافي، وشربنا كوبايتين الشاي المظبوطين من على القهوة البلدي. فضلنا كده حوالي ساعة أو ساعتين يا شباب، وبعد كده واحنا مروحين حودنا على الدمشقي، جبنا طبعا فرخة مشوية وجبنا حلويات من كنافة وبسبوسة علشان ننهي بيهم اليوم، ويبقى كده اليوم ده خلص ودخلنا نمنا علشان ورانا مشوار مهم جدا بكرة. يا صباح الفل، واليوم التالت يا شباب من رحلة مطروح. طبعا صحينا بدري يا شباب على الساعة 7:30 أو 8 كده، ولبسنا الحتة المطرشمة شباب علشان نبدأ ان احنا نتحرك على شط من افضل شواطئ مطروح وهو شط عجيبة، ولازم ان احنا كنا نروح الشط ده لانه من حلاوته يا شباب تروحوا مرة واتنين وتلاتة وما تملش منه، في كل مرة لازم ان انت تستمتع بيه. وطبعا جبت كيسه يا شباب زي ما انتم شايفين للتليفون عشان طبعا نصور تحت الميه، فالكيس دي بتحمي التليفون من الميه، تقدر انت تنزل بالتليفون تحت الميه وتاخد صور بكل سهوله وفيديوهات كمان. اتحركنا طبعا من الموقف اللي قلت لكم عليه يا شباب، ورسوم دخول الشط تقريبا 10 او 15 جنيه. رباني هصورك اهي خدمه ميسي زي البطريق. تنزل بقى فين يا حان؟ هي هتمشي في الميه؟ البدل يمشي في الميه يمشي. انت هاني دمك بقى واقف مش عارف ليه. يا جماله يا جماله. اوف دي الحلاوه، ده محدش نازل. بدل ايه؟ احنا انت عاوز نيجي في الظهر يكون الناس كلها هنا. بتاع الموجة عالية يعني. فين الواد احمد؟ فين الواد هاني؟ ايوه هات فلوس يعني. لا هذا بعرف لا كنا رفقه مش على المريض خرج وهو مريض برضه. لا يا اخي ده زي الاسد ده شوف حصان 7 سلندر صح هذا هنا. اوه شايف الجمال. لا والموجة جامدة أوي أوي بس مش دلوقتي. حبك لا هذا ما عاد ياخد بالك اكن انا اللي عملتها. بيقول له قومي والناس تاخد بالها. تعالى صورك. الجو تلج. تعالى بس انزل اهو. جسمي متلج. هاي لي بس. سمك تحت يا ده عايز اصورك. صح. عويم يا جدع عويم. اوه ده عمر بتريطوي. يا معدة يا شارب مية حد هنا. روح انا سيبها.
يا الأوبايد بعيدة؟ نركب من هنا الأوبايد اهي. شط عائلي، نركب الدودة، نركب كل حاجة، نظبط دنيتنا. هلا هتلاقين كده شارع. هتلاقين كده شارع الواقع. هلاقي نص. ال 30 كمان 5 سنين يعني. بس أنا طويل. وبعد ما خلصنا من عجيبة رحنا على شط الأبيض. طبعا ما كنتش متخيل ان الشط ده بالجمال ده والحلاوة والمناظر والرملة الجميلة جدا جدا دي يا شباب، وكان من افضل الشواطئ اللي احنا رحناها. تطلع ليه هناك في الأول احنا اليمين ده. صور يا خالد. يا خالد صور يا خالد. صور يا خالد. طيب. ايه يا جل؟ مش قلت لنا اخوك؟ سبت خلفية البحر. لازم هتطلع على كل دي. امشي يا ابني. هاخد الخطوة هنا. زي الواد عمر. حبيبي يا قلبي. حبيبي يا قلبي. حبيبي يا قلبي. ما تخافش يا ده بنت. هو اول خطوة يا جدع. هات وين. يلا يا هان. واحدة شقلبة يا سيد. دبشة دبشة. شوف بقى البطريق. مش عارف يطلع. خلاص. خد يا اخويا. سيد. امسك كده. خلي بالك. عايز كلمة مية. بعد ما تطلع من البحر ما تنساش ان انت تغسل جسمك بمية مش مالحة، ففي حنفيات طبعا وحمامات تقدر ان انت تستخدمها وتغسل نفسك كويس فيها بالشكل ده. بعد كده طلعنا على الكورنيش زي ما انتم شايفين يا شباب، وطبعا الحياة الليلية في مرسى مطروح غير ومش هتلاقي زيها في مصر كلها الحمد لله. يعني احنا استمتعنا جدا جدا. وبعد كده احنا رحنا للملاهي وقعدنا في كافيه هناك، فهسيبك مع الفيديو دلوقتي علشان تستمتع بالمناظر والالعاب اللي موجودة في الملاهي. استرجل يالا.
عايزين 3 سموزي خوخ فراولة وواحد اورنج. حاجه ثانيه يا اخواتي؟ تسلم. انتوا عايزين؟ لو في ازازة ميه ولا حاجة. ماشي يا باشا. خلي بالك بقى لا تتدلق. بعد كده رحنا كافيه اسمه فريسكا على البحر يا شباب بالظبط، وله ممشى مميز كده، فوقفنا خدنا شويه صور وظبطنا الدنيا. واحنا مروحين على الشقه رحنا للدمشقي تاني وطلبنا منه فرخه كامله بروست، بتبقى 8 قطع يا شباب، كانت عامله تقريبا 380 جنيه. واحنا شغلنا دماغنا كمان وجبنا رز من عند خالد واخواته بتاع الاسماك يا شباب، فكانت اكله لذيذه جدا جدا. اتمنى يعني ان انتوا لو جيتوا مطروح تجربوها، هتلاقوها جميله جدا جدا. اخر يوم بقى اللي هنمشي فيه صحينا بدري وجبنا فطار خفيف كده وفطرنا مع بعض وظبطنا الدنيا علشان طبعا نجهز علشان مروحين. لبسنا طبعا وجهزنا الشنط بتاعتنا وجهزنا كل حاجة، وصاحب الشقة جه استلمها علشان طبعا يأكد على الحاجة بتاعته. طبعا ادينا له المفتاح وبنودع الشقة زي ما انتم شايفين يا شباب. نزلنا طبعا الشارع وخدنا تاكسي علشان يوصلنا للمحطة بتاعة جو باص، عشان طبعا احنا حاجزين من هناك للقاهرة. والحمد لله بعد نص ساعة بالظبط وصلنا المحطة بتاعة جو باص، عشان طبعا دي اللي هنركب منها ونروح. وهنا الحمد لله وصلنا الجيزة او جنب القاهرة بالظبط، وده طبعا نهر النيل يا شباب اللي في القاهرة والجيزة. حرفيا المنظر بتاعه جميل جدا جدا، وفي حاجات كتير جدا جدا ان شاء الله يعني نبقى نعمل فيديو تاني. طبعا دي رحلة خدت 7 ساعات حرفيا، فاحنا كنا هلكانين حرفيا والله مش قادرين نتحرك. والحمد لله يعني بعد عناء وصلنا على محطة جو باص. وصلنا تقريبا الساعة 7 بالليل او 8 بالليل، وهنبدأ بقى ان احنا نتحرك من المحطة دي ونروح محافظة بتاعتنا الشرقية، وبعد كده نركب اي مواصلة تودينا البلد بتاعتنا. بس دي كانت الرحلة بتاعتنا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، وبشكرك على المشاهدة لغاية دلوقتي، واتمنى ليك يوم سعيد وسلام.